خلونا نعرف اللي هيحصل في الفتره القادمه. معانا على التليفون الاستاذ رحاب ابو رجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك. برحب بحضرتك يا فندم وهارد لك. اهلا وسهلا بيك يا ابراهيم، اهلا وسهلا بيك. طبعا خير على جميع مستمعينا. صباحك زي الفل. انا عارف طبعا انه امبارح لم تكن الامور على افضل ما يرام، لكنها في النهايه مباراه كره قدم ب3 بونت، ما هياش خلصت على بطوله الدوري واديتها للنادي الاهلي وضيعتها من نادي الزمالك، ولسه فاضل كتير جدا. ونؤكد على انه دايما في فرق دلوقتي بقت كبيره، لسه الزمالك هيخسر نقاط ولسه الاهلي هيخسر نقاط. خليني اسال حضرتك عن مستقبل نادي الزمالك، كيف تخططون له في الفتره المقبله؟ اتفضل يا فندم. هو طبعا يعني هو يمكن الموقف صعب شويه، الناس زعلانه وانا شايف ان الناس محقه في زعلها. يمكن جمهور نادي الزمالك انا بلتمس له العذر جدا ان هو يكون زعلان امبارح من النتيجه، ويمكن يكون كمان من الاداء اكتر من النتيجه. جمهور نادي الزمالك دايما جمهور ذواق، يعني حتى لما بنكسب واحنا بنبقى كسبانين واحنا ما بنلعبش كويس ما بيبقاش يعني مبسوط. امبارح انا شايف ان احنا عندنا يعني مش كذا مشكله، مش مشكله بس ان احنا ما بنأديش، شايف كمان عندنا مشكله على صعيد ان احنا يبقى عندنا روح قتاليه في الملعب. هي دي الفرقه اللي احنا شفناها السنه اللي فاتت بتفوت نفسها على كل نقطه، وما يعني شايف ان احنا المجلس وفر كل حاجه للعيبه من الناحيه الماديه، من ناحيه كل الامكانيات اللي موجوده. يمكن ما حصلش توفيق، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. كان في طبعا مباحثات من قبل امبارح يعني بفتره من شايفين النتائج شكلها مش مظبوطه، واحنا عندنا في المجلس يعني انا بس بشكرك عشان كلامك ده بيؤكد مصداقيه المعلومه اللي انا لسه قايلها دلوقتي حالا، ان انتوا كمجلس اداره في نادي الزمالك كنتوا بتتحركوا لاختيار اسم مدير فني جديد نظرا للنتائج. انا بشكرك بس ان انت يعني كلامك ده اكد على مصداقيه كلامي. اتفضل يا فندم. تمام. هو بس يعني احنا في حاجه في المجلس ده، احنا بنبقى متواجدين شبه يومي في النادي. يعني احنا مختلفين شويه عن يمكن المجالس اللي سابقه، كانت اغلب الناس يمكن بتيجي النادي على فترات بسيطه وكانت بتيجي ايام الاجتماعات مجلس الاداره. احنا الوضع عندنا في النادي فيه شويه يعني المجلس المره دي فيه مختلف شويه، لان احنا بنبقى متواجدين يوميا في النادي، بنقعد كلنا مع بعض وبنقعد كلنا مع الاستاذ مرتضى، يعني غالبا بنقعد وبيتم مشاورات ما بيننا كتير. فيعني كان موضوع كنا الناس كانت يعني لا قدر الله كنا شايفين ان الوضع مش الكيرف بتاعنا مش طالع، وكنا شايفين برضو حاجات جوه الفرقه مش بسطانه قوي. فبالتالي كنا بنحاول ان احنا عشان كده كان الرد بس على القرار السريع اللي الناس كانت بتقول عليه ان القرار يعني طلع بعد المباراه على طول وكده يعني. انا عايز اسال حضرتك سؤال ويعني واسمح لي بس انه ممكن يبقى رزل شويه بس يعني هتستحملني. يعني هل انت حضرتك شايف من وجهه نظرك انه تعاقب المديرين الفنيين بالشكل ده على نادي الزمالك هيبقى مثمر بالنسبه لكم؟ لا طبعا ما فيش اي يا استاذ ابراهيم، ما فيش اي حد يعني ما ممكن يقول ان تعاقب المدربين الكتير ممكن تكون نتائجه كويسه. احنا يعني ما سعيناش لده وما كناش احنا يعني اللي عايزين الكلام ده. احنا يمكن اتفرض علينا الموضوع دوت نتيجه الهروب مستر فيريرا لما هرب في بدايه الدوري، وده اللي عمل اللخبطه اللي احنا كنا بادئين فيها، لان احنا كنا مجددين الثقه في الراجل وكنا عاملين له عقد وكنا مزودينه وجايبين له الناس بتوعه اللي هو عايزها، وحصلت ان هو فجاه هرب، وبعد هرب كمان مش في اول الاجازه، ده هرب في اخر الاجازه. فطبعا هو حصلت اللخبطه اللي حصلت دي. لكن احنا بنقول دايما ان احنا الحمد لله يعني قادرين ان شاء الله باذن الله. المجلس ده اللي موجود واللعيبه اللي موجوده انا متاكد ان هم قادرين على ان احنا نجتاز العقبات اللي موجوده ديت، وان شاء الله باذن الله نقدر نجيب. تم الاتفاق امبارح على ان احنا هنجيب مدرب اجنبي، يعني حاجه يكون اسمه محترم، اسم عالمي، حد يكون يعني اضافه لنادي الزمالك، مش اي اسم وخلاص، لا هنجيب حد يكون كويس ومميز ان شاء الله. سمعت انه الاستاذ مرتضى حاطط برضو من ماله الخاص من فلوسه الخاصه لتزويد ودعم المدير الفني الجديد. الكلام ده مظبوط يا فندم؟ انا فوجئت امبارح واحنا بنستعرض اسماء ان في اسماء عالميه كبيره بنتكلم فيها، فلما
يعني قلنا يا جماعه ان الارقام دي هتبقى عاليه جدا ومكلفه للنادي، فالاستاذ مرتضى قال انا مالكوش دعوه، يعني النادي هيدفع الجزء وانا هنتصرف باي شكل من الاشكال في الجزء الباقي، سواء كان عن طريقه او عن طريق بعض المحبين او عن طريق الشركه الراعيه. قال دي مهمتي وانا هنجزها يعني. فطبعا الراجل مشكورا ان هو بيعلي السقف بتاعنا وبيعلي طموحاتنا ان احنا نجيب مدربين عالميين باسم كويس ان شاء الله باذن الله. فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره ثانيه هارد لك، واتمنى لكم كل توفيق فيما هو قادم. الاستاذ رحاب ابو رجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على شكرا ليك يا ابراهيم، وشكرا على انك انت دايما بتبقى يعني موضوعي في كلامك، ودايما بتبقى النبره هاديه ومفيش فيها يعني التون العالي قوي ولا التون عالي، وبتحط النقط دايما على الحروف. متشكرين جدا يا ابراهيم. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم، سعيد دايما ان انا موجود معاك. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. استاذ رحاب ابو رجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك.